السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة في آخر حلقة من دع القلق وابدأ الحياة، لكن قبل ما نخلص لازم أشارككم حاجة حصلت معايا، حاجة غيرت نظرتي لكل اللي قرأته في الكتاب ده. عمري ما كنت متخيل إن الحل الحقيقي لكل مشاكل القلق والتوتر هي حاجة بسيطة أوي للدرجات، حاجة كلنا بنعملها وإحنا صغيرين لكن نسيناها تماماً. مرة كنت قاعد لوحدي كده، عقلي مشغول، مشاكل الشغل والفلوس والحاجات اللي ناقصاني والضغط بتاع اليوم، كل حاجة. وفجأة سمعت صوت عاصم ابني بيضحك وهو بيلعب. بصيت عليه لقيته مستمتع جدا بلعبة بسيطة. وقتها سألت نفسي، هما ليه الأطفال مش بيقلقوا زينا؟ ليه بيعيشوا اللحظة كده ببساطة؟ وهنا جاتني الصدمة، احنا اللي بنصعب حياتنا بنفسنا، احنا اللي بنفكر في المستقبل لدرجة ان احنا بننسى دلوقتي. وخلاصة الدروس ديت وهعمل لك الحل لكل مشاكلك في 3 مفاتيح ذهبية. أول مفتاح معايا النهاردة إنك تعيش اللحظة دلوقتي. القلق بيجي من تفكيرك في المستقبل أو ندمك على الماضي، والحل اشتغل على اللي في إيديك دلوقتي. تاني مفتاح معايا النهاردة هو الامتنان، لأنه من أقوى العلاج. في اللحظة اللي انت بتركز فيها على الحاجات اللي مش عندك، الحاجات اللي ناقصاك وعايز تغير حياتك فورا، امتن واعمل تحدي دلوقتي ل3 حاجات موجودين في حياتك وانت ممتن ليهم، وشاركني في التعليقات لو تقدر. تالت مفتاح معايا النهاردة وهو سيب نفسك للحياة. ما تخافش من الفشل، المحاولة هي أهم من النجاح، والمغامرة أهم من الأمان. لأن الحياة مش لعبة لازم نكسبها، الحياة رحلة لازم نعيشها. وفي النهاية ده كان آخر درس من دع القلق وابدأ الحياة، لكن القصة الحقيقية ما انتهتش. القصة الحقيقية هتبدأ معاك انت دلوقتي. هتبدأ تطبق ولا هتفضل قاعد تفكر؟ القرار قرارك كده. شارك الحلقة مع حد محتاج يسمع الكلام ده، وما تنساش تكتب لي في التعليقات تحت ايه اكتر حاجة بتقلق منها. خلينا نساعد بعض. لايك وشير، وما تنساش الدعم. وبس كده.